البنت اللي في الصورة دي اسمها وفاء. وفاء اتجوزت 7 مرات. ممكن حد يقول إن الجواز كتير، بس مش ده الغريب. الغريب إن وفاء كانت مجمعة بين 5 أزواج في نفس الوقت، وال7 رجالة دول ما كانوش عارفين أي حاجة عن بعض. طب عملت كده ازاي؟ ومن سنة 2009 لحد 2022 قدرت تخبي السر ده كله ازاي؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. سنة 2009 وفاء كانت بنت من محافظة الشرقية، عندها حوالي 28 سنة. كانت بتحب الرجالة جدا، لكن في نفس الوقت كانت خايفة من الجواز ومسؤوليته. طول عمرها كانت بتسمع عن المشاكل والخناقات اللي بتحصل بين الأزواج، وكمان كان عندها سؤال دايما بيدور في دماغها: ليه الراجل مسموح له يتجوز 4 مرات والست لأ؟ واضح من تفكيرها من البداية إن الموضوع ما كانش ليه علاقة بالدين خالص. المهم وفاء كانت بتحب الرجالة جدا، وبالذات العلاقات الخاصة. ما كانش فارق معاها الراجل غني ولا فقير ولا كريم ولا بخيل. كل اللي كان بيهمها ان صحته كويسة، وكمان كانت مقتنعة ان راجل واحد مش هيكفي رغباتها. ومن اللحظة دي اخدت قرار غريب جدا، انها تعيش الحياة بالشكل اللي هي عايزاه، وحطت خطة تمشي عليها. الخطة ببساطة انها كل ما تقابل راجل يعجبها تتجوزه، لكن بشرط مهم جدا: انها ما تعملش حاجة تخلي الناس تبصلها انها ست مش محترمة، وده مش هيحصل غير لو العلاقة بينهم تكون في اطار الجواز. وعلشان كده بدأت تفكر في خطة لو حاولت تعملها تاني غالبا هتفشل. ومن هنا ركز في كل كلمة. وفاء اتعرفت على راجل محترم، ومن وجهة نظرها كان مناسب جدا للجواز، والكلام ده كان في بداية سنة 2009. أول حاجة عملتها إنها راحت غيرت البطاقة الشخصية بتاعتها، وخلت الحالة الاجتماعية مكتوب فيها متزوجة من فلان، اللي هو اسم جوزها الأول. النقطة دي كانت مهمة جدا في خطتها. قعدت مع جوزها الأول سنة كاملة، وبعد السنة دي بدأت تحس إنها خلاص زهقت منه، وإن أول خطوة في خطتها اتحققت. فسابت البيت وسافرت محافظة تانية خالص. وبعد فترة اتعرفت على راجل تاني، لكن المرة دي ما قالتلوش انها متجوزة، قالتله انها ست مطلقة. الراجل اتعلق بيها جدا وطلب منها الجواز، وده بسبب اسلوبها معاه واهتمامها الكبير بيه. لكن وفاء حاولت تأجل الجواز شوية لحد ما تخلص الخطوة التانية في خطتها. اتعرفت على محامي وطلبت منه يرفع لها قضية خلع على جوزها الأول، وطبعا ده حصل من غير ما جوزها يعرف أي حاجة. وبعد شوية المحامي قدر يجيب لها حكم بالطلاق، وبكده بقى معاها ورقة رسمية من المحكمة بتقول إنها مطلقة. لكن البطاقة الشخصية بتاعتها لسه مكتوب فيها إنها متزوجة من جوزها الأول. يعني ببساطة معاها بطاقة بتقول إنها متجوزة، ومعاها ورقة من المحكمة بتقول إنها مطلقة من نفس الشخص. وهنا خطة وفاء اكتملت. رجعت للراجل التاني اللي كانت تعرفه، وكان ده سنة 2010. ولما جه المأذون علشان يتم الجواز، ولما شاف البطاقة لقى مكتوب فيها إنها متزوجة، ساعتها وفاة طلعت له ورقة الطلاق من المحكمة وقالت له إنها مطلقة، لكن لسه ما عدلتش البطاقة. المأذون بص في الورقة ولقى إن اسم الزوج في حكم الطلاق هو نفس الاسم اللي مكتوب في البطاقة، فوافق وتم الجواز. وبكده وفاء اتجوزت جوزها التاني بعد ما طلقت جوزها الأول عن طريق الخلع. وخلال فترة الجواز ما غيرتش البطاقة خالص، وكل ما جوزها التاني يقول لها يلا نعدلها كانت ترد وتقول إن البطاقة قربت تخلص، وإنها تعدلها لما تجددها مرة واحدة. وبعد سنتين تقريبا، وتحديدا في بداية سنة 2013، وفاء سابت البيت لأنها ببساطة زهقت من جوزها التاني، وكان معها كمان مبلغ فلوس كبير قدرت تحوشه من جوزها التاني اللي كانت لسه على ذمته وقتها. بعد فترة اتعرفت على راجل تالت، والراجل ده أول ما عرف وفاء ما خدش وقت طويل وعرض عليها الجواز. لكن الحقيقة ان وفاء كانت عارفة بطريقتها ازاي تأثر عليه وتخليه هو اللي يطلب منها الجواز. واهم حاجة كانت بتدور عليها فيه ان صحته كويسة، وبالفعل اتجوزته بنفس الطريقة اللي كانت بتعملها قبل كده. لما المأذون يجي ويشوف البطاقة ويلاقي انها متجوزة، كانت بتطلع له ورقة من المحكمة بيبان منها انها مطلقة، فيتم الجواز بشكل عادي. وبكده تمت الجوازة التالتة، والزوج الثالث كان أغنى من الزوجين اللي قبله، فوفاء عرفت تستفيد منه من الناحية المادية، وكمان من ناحية تانية كانت بتدور عليها. وفضلت عايشة معاه حوالي 2 سنين.
والغريب إن خلال السنتين دول ما كانش فيه أي أخبار عن جوزها الأول ولا التاني، وعاشت مع جوزها التالت في محافظة تانية خالص لحد ما بدأت تزهق منه. بس المرة دي كانت غيرت شوية في بطاقتها وخلت اسم الزوج اللي مكتوب فيها هو اسم الزوج التالت اللي عايشة معاه دلوقتي. وبعد شوية لما زهقت منه وقررت تشوف راجل رابع، كان لازم تكمل الجزء الجديد من خطتها. راحت واخدة ورقة الطلاق من المحكمة وغيرت فيها الاسم، وبدلت اسم الزوج الأول باسم الزوج التالت اللي في البطاقة، وعدلت التاريخ كمان علشان يبقى كله ماشي مع بعض. وبكده بقى الاسم اللي في البطاقة هو نفس الاسم اللي في ورقة الطلاق. وفي سنة 2015 اتعرفت على الزوج الرابع. لما راحوا للمأذون ورته البطاقة وورته حكم المحكمة المزور، والمأذون طبعا مش جهة متخصصة تكشف التزوير، فاعتمد على كلامها، خصوصا ان شكلها كان محترم وهي داخلة مع الراجل الرابع، وكانوا باين عليهم ناس كويسين. وبالفعل تمت الجوازة الرابعة. وبرضه بعد حوالي سنتين وفاء زهقت منه وسابت البيت ومشيت، وكأنها كانت عاملة لنفسها معدل ثابت 2 مع كل زوج. بعد ما سابت البيت اتعرفت على راجل خامس، وطبعا وفاء كانت محافظة على نفس المعايير اللي بتختار بيها الرجالة. وفي سنة 2017 اتجوزت الجوازة الخامسة. قدام المأذون كررت نفس السيناريو، البطاقة السليمة وورقة الطلاق المزورة، وتم الجواز. وبكده بقت متجوزة 5 مرات، 4 منهم كانوا لسه أزواجها، والأول بس هو اللي أخذت عليه حكم طلاق رسمي. وقعدت مع زوجها الخامس برضه حوالي 2 سنين، والأغرب إن طول المدة دي ما ظهرش أي واحد من أزواجها اللي قبل كده. لكن في الآخر هنعرف حصل إيه. الزوج الخامس كان متجوز قبل كده وعنده أولاد، وعلشان كده طلب من وفاء إن جوازهم ما يتعلنش، يعني الجواز يكون شرعي لكن يفضل بينهم بس من غير إعلان. وطبعا وفاء وافقت فورا، وده ساعدها إنها ما تضطرش تغير البطاقة. وفي بداية 2019 رجع الزوج الخامس البيت وفتح الباب، لكنه اتفاجئ إن البيت فاضي وما فيش حد. وفاء كانت سابت البيت ومشيت، والسبب إنها كانت اتعرفت على الزوج السادس. والمعلومة المهمة إن كل الأزواج كانوا فاكرين إنها اتجوزت مرة واحدة بس قبل كده واتطلقت. الزوج السادس أعجب بشخصيتها جدا وبرضه عرض عليها الجواز، وتمت الجوازة بنفس الطريقة المعتادة، البطاقة السليمة وورقة الطلاق المزورة. وقعدت معاه كمان 2 سنين. واضح إن رقم ال2 ده كان ليه سر في حياتها. والغريب كمان إنها طول السنين دي ما حملتش من أي واحد من أزواجها. وبعد ما خلصت ال2 سنين مع الزوج السادس زهقت منه هي كمان وسابت له البيت وهربت. والكلام ده كان في بداية سنة 2022، وده لأنها اتعرفت على الراجل اللي كان هيبقى جوزها السابع. ومن أول ما بدأت العلاقة بينهم لحد ما قربوا ياخدوا خطوة الجواز كل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي جدا. لكن المشكلة ظهرت لما راحوا للمأذون علشان يكتبوا الكتاب. المأذون لما بص في بطاقة وفاء اكتشف إن البطاقة منتهية، فقال لها إن الجواز مستحيل يتم قبل ما تجدد البطاقة الأول. وكمان نصحها إن وهي بتجدد البطاقة تعدل الحالة الاجتماعية، بدل ما تكون مكتوب فيها متزوجة تبقى مطلقة، خصوصا لو معاهم حكم طلاق، علشان تكتبها مرة واحدة في البطاقة وما تحتاجش تمشي مع نفسها بورقة الطلاق. وفاء لقت نفسها مضطرة تروح السجل المدني علشان تجدد البطاقة وتغير الحالة الاجتماعية. فخدت البطاقة ومعاها حكم طلاق مزور، وراحت بالفعل للسجل المدني وقدمت طلب تجديد البطاقة وتعديل الحالة من متزوجة لمطلقة. في البداية الإجراءات كانت ماشية بشكل عادي، لكن أثناء ما الموظف بيدخل البيانات في النظام واللي مرتبط ببيانات الشرطة اكتشف حاجة غريبة. لقى إن في أكتر من حكم طاعة صادر ضد وفاء من رجالة كانوا متجوزينها قبل كده. ومع المراجعة اكتشف إن وفاء كانت متجوزة فعليا 5 مرات. وكمان لقى إن في حكم طلاق صادر من المحكمة لكن باسم زوج تاني خالص غير الاسم اللي مكتوب في ورقة الطلاق اللي معاها. والأغرب إن تاريخ قضية الطلاق كان سنة 2010، وده عكس التاريخ المكتوب في الورقة اللي قدمتها. الموظف حس إن في حاجة مش مظبوطة، فراح بلغ الضابط المسؤول بكل اللي لاحظه. الضابط طلب استدعاء وفاء علشان يتكلم معاها. في الأول كانوا فاكرين إن ممكن يكون في خطأ في الاسم أو في إدخال البيانات، لكن لما الضابط بدأ يتكلم معاها شوية لاحظ إن كلامها متلخبط ومش متماسك. وبعد ضغط بسيط في الكلام وفاء اعترفت بالحقيقة إنها في الوقت ده كانت متجوزة 5 رجالة في نفس الوقت.
اتقبض عليها وقتها وكان عمرها حوالي 41 سنة. في بداية التحقيقات ما كانش فيه تفسير واضح للي عملته، لكن بعد كده اتضح ان وفاء كان عندها عقدة من زمان، لانها كانت دايما بتسمع ان الرجالة بتتعقد من الطلاق وبتتضايق من الستات لما بيطلبوه، وان الموضوع ما بيتمش بسهولة. علشان كده كانت بتفضل انها لما تزهق من اي راجل تسيبه من غير مشاكل وتروح تتجوز غيره وخلاص. وخلال المحاكمات اتضح كمان ان عليها اكتر من قضية طاعة من ازواجها السابقين، واللي كانوا فعلا مش فاهمين وفاء اختفت ليه فجأة. والسؤال اللي حير ناس كتير، ازاي قدرت من سنة 2009 لحد 2022 تعمل كده من غير ما اي حد يكتشفها؟ وازاي اقنعت نفسها حتى وهي كبيرة في السن ان اللي بتعمله ده مش حرام؟ وكمان ازاي جات لها فكرة تزوير ورقة الطلاق اصلا؟ وليه كل الرجالة اللي اتجوزوها ما سألوش عن اهلها او عيلتها؟ واصلا فين كانت عيلتها؟ وفي النهاية وبسبب التهم الكتير اللي توجهت لها زي الجمع بين الازواج وتزوير اوراق رسمية وكمان اتهامها بالزنا، المحكمة حكمت عليها بالسجن لمدة 3 سنين.